السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي ومتابعات قناة كيفاش تعتقل. مرحبا بكم متابعي الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات جرائم وحوادث داخل مدن أو قرى المملكة المغربية. جريمة اليوم إخواني أخواتي تتعلق بجريمة سرقة. عصابة مقنعة متخصصة في سرقة الفيلات، ولكي لا أطيل عليكم ندخل في سرد تفاصيل هذه الجريمة. في سنة 2003 في مدينة دار البيضاء، وبالضبط بحي بولو. كيف ما كنعرفوا حي بولو حي رقيب من مدينة دار البيضاء، حي فيه غير الفيلات، حي موقر ومكالمي. ولكن في يوم 13/4/2003 جا واحد السيد للدائرة تقريبا في الساعة ديال 12 ديال الليل. دخل عند البوليس، قال له الضابط اللي في المداومة: اش عندك اسيدي؟ قال لي: راني جيت نبلغكم اسيدي بواحد الجريمه. راني مشيت عند الوالد ديالي باش نوصل ليه العشاء، حيت الوالد ديالي كيعس في واحد الفيلا غير بالقرب من هنايا بحي بولو، وراني كنجي عنده يوميا مع 11 ديال الليل، كنجيب ليه العشاء ديالو وكنطلع عليه الا خاصها شي حاجه. وراني جيت عنده دابا سيدي ولقيته مربوط من يديه ونكمل ليه فمو، وراه حيت الكمامه اللي على فمو، وهو يصيفطني عندكم باش نخبركم اسيدي باش تمشيو تعاينوا الحاله اللي هو فيها. راه مازال باقي مربوط من رجليه ومن يديه، حيت قال لي حتى يجيو البوليس يعاينوا الحاله اللي انا فيها. عفوا، وانا هذاك الشيء اللي درت اسيدي، جيت عندكم خبرتكم. هنا البوليس مشاو معاه، توجهوا معاه لعين المكان، وبالفعل كيلقاو واحد السيد اللي العمر ديالو من 50 حتى ل 55 سنه، مربوط من يديه ومن رجليه، وواحد الزيف كانوا مكمل لي به فمو مرمي على الارض. هو يقول لهم: راه ولدي اللي حيدوا ليا، وانا اللي بعثتو ليكم اسيدي باش يخبركم بهذا الشيء اللي وقع ليا. سولوا البوليس، قالوا ليه: اش وقع لك بالضبط؟ قال لهم: اسيدي انا عساس على هذا السيكتور كامل، ولكن هذه الفيلا هذه بالاخص، حيت كيف ما كتشوفوا القاريطه ديالي اللي يعني البراكه راها حدا هاد الفيلا هادي. وراه هجموا عليا تقريبا 5 ديال الاشخاص ملتمين وهازين سيوفه، وراهم دخلوا وشفروا الفيلا سيدي، وراهم خونوا واحد السياره كانت في الفيلا. وما يسولوا البوليس على هاد الناس ديال مولين هاد الفيلا هادو ما ساكنش فيها. قال لهم: لا سيدي، هما ساكنين فيها، ولكن ما كيجوش ليها دائما، هما حيت عايشين دابا في واحد الباديه، حيت صاحب ديال هاد الفيلا هادي مول الفيلا واحد البرلماني، برلماني في واحد الجهه من الباديه بين قوسين. يعني لا داعي اننا نذكروا الاسم ديال هذا البرلماني او المنطقه اللي كيشتغل فيها. وهنا كيجي قال لهم هو كيجي غير هو بعض المرات، ولا هو والعائله ديالو، يعني قليل فاش كيجيو لهاد الفيلا هادي، مره بعض المرات كيجيو مره في الشهر، بعض المرات كيجيو في العطله الرسميه، وبعض المرات كيجيو صحابو هنا، يعني كيجيو السبت الحد، يعني غيجيو غير ايام الويكاند. وما يسولوه السياره اللي تسرقات اش من نوع، قال لهم من نوع اودي سوداء. وهما يسولوا البوليس، سولوا البوليس: واش هاد الخمسه هادو اللي هجموا عليك شفتيهم في وجوههم؟ قال لهم: لا سيدي، راهم كانوا مقنعين يعني ملتمين، ولكن ملي كانوا كيربطوا فيا خديت يعني بعض المواصفات ديال الطول ديالهم وتقريبا العمر ديالهم. هنا البوليس دخلوا داروا معاينه للفيلا، يعني ما لقاو حتى شي كسر ديال الباب، لقاو بان الباب محلول بالساروت. جاتهم غريبه هاد القضيه، يعني هاد الشفاره هادو اللي دخلوا عندهم السوارت، وحتى الباب ديال الكراج اللي كانت فيه السياره يعني مفتوح حتى هو من الداخل، يعني هادشي ما مفهومش. وزيد عليه هادشي هذا هاد العساس هذا اللي صيفط ولدو لعند البوليس، يعني باش يخبرهم بان با راه رابطين الشفاره، وقال ليه: سير عند البوليس وخليني انا مربوط حتى يجوا البوليس. يعني قاعد المعطيات هذه كتدخل الشك. والتحريات اللي داروا البوليس على ولد العساس توصلوا بالفعل بانه كيجي عند باه يوميا، كيجيب ليه العشاء وكيجلس مع واحد شويه حتى لهاديك 12 ديال الليل، وكيمشي هذا الولد. وهذا الولد هذا اللي هو ولد العساس تقريبا في العمر ديالو تقريبا شي 25 سنه،
دونك البوليس ضروري خاصهم يبلغوا برقية شفهية يعني الجميع مخافر ديال الشرطة يعني بخصوص هاد السيارة المسروقة، ويبلغوا النيابة العامة بالتفاصيل ديال هاد الجريمة هادي اللي وقعت ديال السرقة. ولكن البوليس كانوا شاكين في العساس، لان هاد القضيه هادي بالفعل محيره. يعني كيفاش العساس كيقول بان الشفار اللي هجموا عليه كانوا 5 وكانوا مسلحين بسيوفه وما قتلوه ما ضربوه، يعني غير كتفوه كموا ليه فمو. يعني البوليس هنا طرحوا فرضيه ديال ان العساس يكون عنده الساروت وغير بغى يضل البحث ديال الشرطه، يعني بالقصه ديال انهم كتفوه الشفاره وكموا ليه فمو، يقدر يكون عنده هو وولدو ايد في هذه القضيه هذه في الجريمه ديال السرقه. هنا البوليس قاموا بتفتيش البراكه ديال العساس، وقاموا بتفتيش ديال المنزل ديال العساس، حيت هزوا معاهم العساس والابن ديالو ومشاو للمنزل ديال العساس باش يشوفوا واش يقدروا يعثروا على شي ساروت الدوبل ديال الساروت ديال الفيلا او شي حاجه، ولكن بدون جدوى. يعني ما لقاو لا في البراكه لا في المنزل ديالو حتى شي حاجه. هنا البوليس لقاو راسهم قدام قضيه غامضه وما لاقينش الحل ديالها. كيفاش؟ واش هاد الشفاره كانوا جايبين معاهم بزاف ديال السوارت بقاو كيجربوا في السوارت على خاطرهم؟ يعني هذاك الشيء علاش ربطوه وكموه باش ما يغوتش، باش ما يديرش ليهم الصداع، باش من الناس ما يجوش عندهم؟ واش نقز شي واحد من الشفاره الحيط وحل ليهم الباب من الداخل؟ هنا البوليس بداو كيحطوا عده فرضيات. وحتى السياره حتى هي يعني كيفاش غادي يشغلوها؟ واش عندهم كونطاك ولا استخدموا شي تقنيه من التقنيات ديال السرقه؟ كيف ما كنشوفوا حنا هادشي غير في الافلام. يعني هادشي كيحير. هنا البوليس اتصلوا بالبرلماني صاحب الفيلا وخبروه بانه تم السطو على الفيلا ديالو، وان الشفاره قاموا بسرقه السياره اللي كانت في الكراج ديال الفيلا. البرلماني قال لهم بان السياره ديال مراتو. هنا البوليس لازم يستدعيو البرلماني والزوجه ديالو باش يلتحق بهم على وجه السرعه، يعني باش يسولوهم يعني بضعه اسئله. وملي جا البرلماني صاحب الفيلا كيصرح البوليس بهذيك الفرضيه اللي طرحوا البوليس على ان شي واحد من الشفاره نقز الحيط وحل الباب لصحابه باش يدخلوا. كيقول لهم البرلماني باننا حنا ملي كنمشيو من الفيلا كنسورتو الباب، يعني كنسورتوه ما كاينش كيفاش ينقز ويحل. هنا البوليس بقات عندهم فرضيه بان الشفاره اللي دخلوا عندهم السوارت. وهنا بدات التحريات مع الناس ديال هذاك الحي والجيران اللي كيصرحوا بان راه هذا الحي هذا حي هادئ وما كاينش غير هذا العساس اللي راه خدام هنا، كاين بزاف ديال العساسه. وبحال هاد الحوادث هذه ديال السرقه ما كتوقعش، عمرها ما وقعت هنا. البوليس بلغوا جميع الدوريات برقم الماتريكيل ديال السياره المسروقه، وب5 ديال الشفاره مجهولين الهويه لحد الان. التحقيق ديال البوليس لا مع العساس ولا مع ولده ولا مع البرلماني مول الفيلا ولا الزوجه ديالو ولا حتى الابناء ديال البرلماني ولا حتى الناس ديال الحي والجيران، يعني ما جاب حتى نتيجه. وفي واحد اللحظه هو يجي اتصال من واحد البنت اتصلت بالبوليس كتقول لهم اسيدي راه ندخلوا علينا الشفاره وشفروا لنا الفيلا. هذيك الساعه كانت تقريبا شي 11 ديال الليل. البوليس التحقوا بالعنوان ديال الفيلا اللي عطاتهم هذيك البنت اللي اتصلت بهم، وملي مشاو لقاو في الفيلا غير الخدامه ومع واحد البنت صغيره. قالت لهم سيدي راه دخلوا علينا الشفاره الفيلا وهما تقريبا شي 3 ديال الشفاره، وراهم اقتحموا علينا الفيلا ودخلوا وكانوا كيهدوا فينا ودخلوا ديريكت لبيت النعاس. وراني يا سيدي ما عرفتش اشنو شفروا، راهم بقاو كيهدوا فينا وانا كنت غير كنسكت في البنت حيت خافت وبقات كتبكي. قالوا لي البوليس واش صاحب ديال الفيلا يعني مول الفيلا فين هو؟ قالت لهم راه خارج سيدي هو الزوجه ديالو عندهم شي عراضه. قالوا لي البوليس واش شفتي الملامح ديال الوجوه ديال الشفاره؟ قالت لهم لا سيدي راه حيت كانوا ملتمين. وشارك واحد الحاجه هاد الخدامه هادي اللي انتبهوا لها البوليس مزيان،
هي ان الشفاره كانوا دايرين قفازات في ايديهم، يعني مغطين وجوههم باش ما يتعرفوش، ودايرين القفازات باش ما يخليوش البصمات. هادو عصابه خطيره، يعني هذا الشيء اللي كنشوفوه غير في الافلام. ويقول لها البوليسي والزيدي، قالت لهم ولكن السيدي راه ما كانوش غير 3، راه من اللي خرجوا طليت عليهم من النافذه كان معاهم 2 ديال الاشخاص اخرين كانوا في واحد السياره. قالوا لها البوليس علاه كانت عندهم شي سياره؟ قالت لهم سيدي كانت عندهم سياره من نوع اودي سوداء. هنا البوليس بداو كيربطوا في الاحداث ديال السرقه ديال الفيلا الاولى اللي سرقوا منها السياره، والسياره هذا هو النوع اللي قالت عليه اللي هم عليه الخدامه كاين طابق يعني مع السياره المسروقه. واش بالفعل هادو هما اللي ربطوا العساس وكموا وسرقوا الفيلا السياره من الفيلا الاولى؟ هنا سولوا الخدامه قالوا لها واش انت اللي حليتي ليهم الباب؟ قالت لهم لا سيدي ما حليتش ليهم. قال لها حيت راه ما لقينا حتى شي كسر لا في الباب الخارجي ديال الفيلا ولا حتى الباب الخشبي الداخلي ديال الفيلا. قالت لهم لا سيدي انا كنت جالسه انا والبنت في الصالون حتى دخلوا علينا ما عرفنا باش تجيب لينا سيدي. يعني هاد الشفار هادو عندهم السوارت حلوا البيبان بالسوارت حيت ما لقينا حتى شي كسر، يعني الشرطه كتصرح بانهم ما لقاو حتى شي كسر البيبان. هنا التحق بهم صاحب الفيلا قال له اسيدي واش اخبارك بان الفيلا ديالك تسرقات؟ قال لهم يا سيدي راه اخباري بلغتني الخدامه وانا اللي قلت لها اتصل بالشرطه. قالوا ليه تعالى سيدي ورينا اش تسرق ليك. هنا دخلوا جميع البيت ديال الناس كيلقاو الماري وتعرض الكسر. بدا كيبحث على اشنو مشى ليه، هو يقول لهم سيدي مشات لي فلوس وذهب. قال له شحال تقريبا القيمه اللي مشات لك ديال الفلوس؟ قال لهم سيدي تقريبا شي 15 مليون. قالوا ليه هو الذهب؟ قال لهم تقريبا حتى هو شي 5 ديال المليون. قال له قلب مزيان الا تكون مشات شي حاجه اخرى وتكون غفلتي عليها. بدا كيقلب ويقول لي سيدي مشات لي واحد لافاليز. هاد لافاليز هادي قال لي شنو فيها؟ قال لي فيها غير وثائق ديال الخدمه. والتنبيه هاد مول الفيلا الثانيه خدام في واحد خدام اطار في واحد الوكاله بنكيه. يعني هاد السيد هذا مشات لي 15 مليون فلوس و5 ديال المليون ذهب وباليزه. وهاد الباليزه هادي الشفاره واقيلا حيت لقاو باليزه مسدوده رجحوا انها تكون عامره بالفلوس. هادشي علاش داوها. هنا البوليس بداو كيطرحوا فرضيات، يعني الا كانوا هادو هما نفس الشفاره اللي شفروا الفيلا الاولى ديال البرلماني ومازال لحد الان كيدوروا بالسياره المسروقه وكيسرقوا بها، يعني هاد الناس هادو قراب من هنا. على اي جاو الناس ديال مسرح الجريمه للفيلا كيف ما كانوا جاو الفيلا الاولى وجمعوا البصمات، ولكن جميع البصمات كانت غير ديال الناس اللي كيسكنوا في الفيلا الاولى ولا حتى الفيلا الثانيه، لان مصلحه جدديه البطاقه الوطنيه كتصرح بان هاد البصمات غير ديال الناس اللي ساكنين في الفيلات بجوج. هنا البوليس كانوا متيقدين واحد الدرجه، يعني عرفوا بان هاد الشفاره هادو اللي دخلوا الفيلات بجوج الشفاره كانوا محترفين، يعني حيت الخدامه قالت لهم هاد الناس هادو جاو ملتمين. العساس الاول تا هو قال لهم جاو ملتمين، يعني وحتى دايرين القفازات يعني لمصلحه البصمات ما تعرفتش على اللوي ديالهم. وهنا كان البوليس امام جدار، يعني ما وصلوا حتى لشي نتيجه، وداز تقريبا المده ديال شهرين على حسب المسطره. حتى لواحد الليله كيتصل بهم واحد العساس كيقول لهم بانه كان غادي يتعرض للسرقه. مشاو عنده عناصر ديال الشرطه عناصر من الشرطه عفوا، وصلوا عنده للبلاصه فين كاين هو. قال لهم سيدي راه جاو عندي واحد 3 ديال الاشخاص وعندهم كلب، وقفوا معايا وبداو يسولوا فيا واش كاينه شي صيدليه هنا، وانا على نياتي يعني بديت كنوريهم. وللذكر هذا العساس هذا عنده حتى هو واحد 2 كلاب من النوع ديال المالينوا،
كيصرح العساس بان البوليس بان هاد الكلاب هادو راهم شارينهم ليه صحاب الفيلا اللي هو عساس سمى عليها، وهما اللي متكلفين بالماكله ديالهم. على اي قال لهم بديت كنعت ليهم، وواحد فدوك الشفاره الثلاثه بدا كيجبد واحد السيف، وانا نطلق عليهم الكلاب وهما يهربوا. ملي هربوا سيدي راني اتصلت بكم. قالوا لي البوليس واش شتيهم في وجوههم؟ قال لي ما سيدي شفتهم، دراري تقريبا طوال واحد شويه تقريبا العمر ديالهم في حدود 24 سنه، مازال شباب. هنا البوليس دوك يستحضروا الشفاره ديال الفيلا الاولى والاقوال ديال العساس، حتى هو قال لهم راني ما شفتش في وجوههم، ولكن باينين هما طوال واحد شويه وباينين يعني باقيين مازال شباب. هما يسولوا العساس قالوا ليه واش انت عساس غير على هاد الفيلا هادي؟ قال لي لا سيدي انا عساس على الفيلات كاملين، ولكن هاد الفيلا اللي قدامها الكاريطه هي اللي عاس فيها. قال لي وهاد الفيلا اللي انت حاط فيها الكاريطه ديالك واش ساكن فيها شي حد؟ قال لهم لا سيدي مولا كيجيو غير مره، وماشي غير هاد الفيلا هادي، راه تقريبا شي 4 ديال الفيلات هنا كلهم خاويين، ومالهم كيجيو مره. يعني هاد الشفار هادو كيستهدفوا غير الفيلات الخاويين، واللي الاصحاب ديالها شكون يعني غير الشخصيات البارزه، يعني كيختاروا غير الناس اللي عندهم الفلوس. وهذا الشيء اللي توصلوا به البوليس فهمتيني، يعني الشيء اللي توصلوا ليه البوليس يعني من خلال التقارير ديال المحاضر ديالهم، ولا حتى التقارير اللي كاينه في الولايه ديال الامن اللي عندها حتى تقارير العصابه لسرقه السيارات والفيلات والشقق الخاليه من السكان. حتى هما كيستهدفوا غير الشخصيات النافذه في البلاد، كيف ما شفنا في الفيلا الاولى برلماني والثاني اطار بنكي. هنا هاد السرقات هادو كلهم يعني متقاربين من حيث انهم كيختاروا غير الفيلات ولا الشقق الفاخره اللي كيكونوا مواليها ما كاينينش. وفي هاد السرقات هادو كلهم ما كاين حتى شي جريمه من اي نوع، لا جريمه قتل او ضرب او جرح. حيت في الفيلا الاولى العساس ما ضربوه ما والو وكانوا يقدروا يقتلوه، وفي الفيلا الثانيه كانوا غير كيهدوا في الخدامه وما كيخليو حتى شي بصمه، كانوا عارفين اشنو كيديروا. حتى واحد النهار كيجي اتصال من واحد المستشفى من المستعجلات، كيتصلوا بهم الناس ديال المستعجلات كيخبروهم بواحد الحاله ديال واحد الولد اللي في العمر ديالو تقريبا 24 سنه. جابوا شي حد للمستشفى مضروب ضرب خطير في جميع اعضاء الجسم ديالو، يعني مصاب بجروح خطيره وخاصه في الوجه ديالو، يعني عنده واحد الحله في الوجه ديالو من الفم ديالو حتى الاذن ديالو، واحد الجرح غائر. هنا البوليس ملي جاو الطبيب قال لهم ما تقدروش تدخلوا عنده دابا، راك خاصو ضروري يدير العمليه حيت ما يقدرش يهضر، عنده جرح خايب. هنا البوليس خدوا البصمات ديالو، خافوا انه يقدر يهرب يقدر يخرج، وشدوا على الطبيب انه ما يخرج حتى يستنقوه. بالفعل مشاو داروا لي العمل، دار لي الطبيب العمليه وخيط لي الضربه، وبالفعل ملي خرج من العمليه عطاهم الطبيب الامر باش يستجوبوا هاد الضحيه هذا، ولكن راه ما غاديش يقدر يهضر معاهم يعني الوقت اطول لانه مازال يلا داير عمليه ديال الخياطه. هنا دخلوا عنده البوليس، ملي سولوا على البطاقه الوطنيه قال لهم ما عنديش. هما كانوا واخدين بالفعل البصمات ديالو باش يجبدوا الهويه ديالو، يعني باش يتحققوا منه. هما يسولوا البوليس شكون اللي تعدى لك ولدي؟ قال ليه اسيدي راني كنت غادي للدار، جيت جاي من الخدمه وغادي للدار. قال لي فاش خدام؟ قال لي خدام مع الوالد ديالي. هما يتلقاو لي 3 ديال الاشخاص وضربوني وقال لهم شفروا لي تقريبا شي 40,000 ريال هي اللي كانت عندي، شفروها ليا. البوليس ملي خرجوا من عنده لقاو والديه واقفين قدام الباب ديال الغرفه اللي كان هو فيها، وهم يطلبوا منهم انهم غاديين ياخذوا معاهم الولد ديالهم الكوميساريه باش يديكلاري بهاد الناس هادو اللي تعداو عليه. هما يقولوا لهم الوالدين ديال الدري، قال لهم مرحبا سيدي، ولكن الدري ملي خرج ما بغاش يمشي معاهم. قال لهم لا سيدي انا ما بغيتش نحط ديكلاراسيون وانا ندعيتهم الله.
وما بغاش، يعني ما خلاو، ما قالوا لي البوليس ما بغاش، وحتى والدي يعني اصروا على انه يمشي يدير ديكلاراسيون، ما بغاش. البوليس هنا قالوا لي عرفتي اش غدير ولدي، غادي تمشي معانا، ما بغيتيش ديكلاري ما ديكلاريش بهم، ولكن ضروري خاصك تحط محضر نحطوها ضد مجهول. حتى لواحد اللحظه وهي تجيب لي واحد الممرضه الجاكيطه ديالو كانت عامره بالدم وفيها الاثار ديال الضرب بالسلاح الابيض، حيت ملي كانوا كيضربوا فيه كاع الضربات كلها. هنا واحد الضابط ويبدا يقلب في الجاكيطه، هو يلقى البطاقه الوطنيه ديالو ومبلغ ديال 8000 ريال. هو يقول لي الضابط انت قلتي لينا بانك ما عندكش البطاقه الوطنيه، ووالديك حتى هما صرحوا بلي البطاقه الوطنيه ما كايناش في الدار، وانت قلتي راه ما عنديش، وحنا دابا لقيناها في الجاكيطه ديالك، كيفاش هادشي؟ وقالوا ليه البوليس انت قلتي لينا بان الناس اللي تعداو عليك داو لك 40000 ريال، وحنا لقينا 8000 ريال في الجيب ديال الجاكيطه، واش الناس عطاوك باش تجي تخيط؟ يعني كيفاش داو لك 40000 ريال وما داوش لك هاد 8000 ريال؟ قال لهم لا راني كنت دايرها في الجاكيطه و 40000 ريال كانت في الجيب ديال السروال، وهما راه قلبوا غير السروال وما قلبوش الجاكيطه. البوليس هنا بان لهم بان هذا الولد هذا كيدخل وكيخرج في الهضره عنده ما مقاداش، يعني مزاقله الهضره ديالو، كاين فيها اللعب فيها في الهضره ديالو، كيلعب في الهضره ديالو، كيقول الهضره وكيخرج من هنا ويدخل من هنا، والملامح ديال وجهه كتخونو. البوليس قالوا له بدا ولدي دابا خاصك تمشي معنا للكوميساريه يعني باش نحقوا معاك. هما يقولوا ليه دينا لهذيك البلاصه اللي تعداو عليك فيها دوك الناس. هنا داهم معاه، مشاو لهذيك البلاصه اللي تعرض فيها السرقه، لقاو واحد المكان خالي من الماره، يعني كاين غير شجر تما كينيات والدنيا خاويه. هما يسولوه قالوا لي شحال كان واحد؟ قال لهم كانوا ثلاثه ديال الاشخاص سيدي، حيت داو الكوميساريه وبداو معاه التحقيق. وهنا السيد هو راه كان مصرح لهم بان من قبل بان اللي تعرضوا لي كانوا راكبين في موطور صغير، يعني موطور بحال هذوك السونطروا والبيكان، ولا يعقل ان ثلاثه ديال الاشخاص راكبين في موطور صغير. هادشي كيدخل الشك. والولد كانت عنده تناقضات في الهضره ديالو، وكيدخل وكيخرج في الهضره ديالو. قال لهم حق لاكارت ما عنديش، ولقاوه في الجيب ديال الجاكيط. وقال لهم داو لي الشفار 40000 ريال ولقاو عنده 8000 ريال، يعني الولد ما صافيش. هما يضغطوا عليه البوليس، بداو كيضغطوا عليه، هو يصرح للبوليس بما لم يكن في الحسبان. هو يقول للبوليس انا راني ما تعرضوش لي الشفار، انا راه ضربوني صحابي كنت كنشفر انا وياهم. واحد الحاجه نبغي نوه ليها، هو ان هذا الولد هذا قال البوليس بانه خدام مع باه، ولكن باه ما خدامش، كان مريض، وكانوا عنده غير الاخوه ديالو هما اللي كيصرفوا عليهم. على اي قال لهم حنا اللي شفرنا الفيلا الفلانيه والفيلا الفلانيه وكنشوفوا السيارات، وصرح لهم بكل جرائم السرقه اللي كانوا كينفذوه والعصابه الملتمه اللي معاه، وطابقوا الاقوال ديالو مع المحاضر اللي كانت عند البوليس في الملفات القديمه ديال الفيلا البرلماني والفيلا الثانيه والسياره الاودي اللي تسرقات ومحاضر الولايه. لقاو تطابق كبير مع هاد السرقات والاقوال ديال هاد الولد هذا. وقال لهم بان اصحابه كانوا كيشفروا كانوا شفروا موطور، وهو ما كانش معاهم في هذيك اللحظه اللي شفروا فيها الموطور. وقال لهم قسموا معايا، ما بغاوش يقسموا معاه، قالوا لي انت ما كنتيش معانا. هو يضرب واحد منهم، ملي ضربوه جبد عليه جنويه وبدا كيشلخ فيه. هادشي علاش كانت فيه ديك الضربات كاملين، يعني ضربوا واحد من صحابه. وفي هذه القضيه هذه صرح لهم الولد 6 ديال الاشخاص هما اللي كانوا كينفذوا العمليات، وكان الشخص السادس، هما كانوا 5 اشخاص كينفذوا، والشخص السادس كان هو العقل المدبر اللي العمر ديالو كيتجاوز 60 سنه، هو اللي كان جمعهم، وهما كل واحد من بلاصه، يعني ماشي من سيكتور واحد. وقال لهم غادي نشفروا السيارات والفيلات، انا غنعطيكم الخطط كيفاش تدخلوا، نعطيكم الاماكن اللي غتدخلوا ليهم، وغندخلوا غير الاماكن الفيلات خاوين والبارطمات خاوين، وغنختاروا غير الناس اللي عندهم. ولكن حاجه وحده، ما تقتلوا حتى واحد وما تضربوا حتى واحد، غير هدوهم. وهو اللي كان كيصيفطهم للفيلات الخاويه وكيجيب لهم السيارات.
يعني كيجيب لي يعني كيف ما كنقولوا حنا الهمزات كيف ما كيقولوا ما. وهو كان عنده محل للسيارات، كيجيبوا السيارات اللي كيشفروا كيفرشكوها عنده، كيبيعوا المحرك بوحدو والاجزاء اخرى بوحدها، وما تبقى كانوا كيبيعوا خردة، يعني كانوا كيبيعوا العبار في لافيراي. هنا وصلت التحقيقات ديال البوليس مع هذا الولد 30 شخص متورط ومتواطئ مع هذه العصابة، يعني من تجار ديال محركات السيارات في لافيراي وتجار الذهب اللي كيبيعوا لهم الذهب وناس تانية كانت داخل هاد متواطئة في هذه القضية هذه مع هذه العصابة. وقاموا عناصر الأمن بالقبض عليهم جميع، كاين فيهم اللي كانوا هربوا ولكن بالنباهة ديال الشرطة شدوهم وتحاكموا، والمحكمة خذت بعين الاعتبار كل واحد من المتورطين في هذه القضية، يعني كل واحد والحكم ديالو. احكام تراوحت ما بين 10 حتى ل 30 سنه، كاين اللي تحكم ب10 سنين، كاين اللي تحكم ب15 عام، كاين اللي تحكم ب20 عام، والعقل المدبر تحكم ب30 سنه، يعني في عمر ديالو 60 سنه، وزيد على 30 سنه السيد قدر يموت في الحبس، قدر يخرج عنده 90 سنه. اش غنقول لكم، الله يهدي ما خلق وصافي. هنا اخواني الكرام وصلنا لنهايه الحلقه. شكرا متابعي ومتابعات قناه كيفاش تعتقل على حسن الاصغاء، والى حلقه جديده ان شاء الله.